ليه انت منحوس؟ بتعمل مجهود جبار، بتمشي في كل الطرق الصح، بتاخد بكل الاسباب، بتسعى وبتتعب وبتعمل كل اللي تقدر عليه، بس بتيجي عند اخر خطوة كل حاجة تبوظ. تقدم في شغل او تقدم في اي حاجة تترفض من غير اي سبب، تدخل في علاقة علشان تستقر تتقلب عليك بجحيم. واقع في مشكلة فتيجي تحلها تلاقي المشكلة كبرت، وتلاقي كمان بيظهر لك مشاكل تانية كتير. تحس كده ان في حاجز بيمنعك بينك وبين التوفيق، كل ما تخبط على باب يترزع في وشك. لو الاحساس ده بيطاردك والدنيا ملطشه معاك على الاخر وحاسس ان كل الابواب بتتقفل لك، فانا جاي اريحك واقول لك انك انت مش منحوس، انت بس واقع تحت تاثير قانون كوني ونفسي قاسي جدا. سماه ابن القيم في كتاب الداء والدواء تعسير الامور. اوعدك في الدقايق اللي جايه دي في الفيديو هكشف لك ازاي الحاجات اللي انت بتعملها في السر بتقفل لك كل ابوابك في العالم، وهديك المفتاح الوحيد اللي يكسر لك حاجز النحس ده علشان كل الابواب تتفتح لك من تاني. كلنا بنعشق نلعب دور الضحية. لما الدنيا بتتعصلج معانا وبتعاندنا والابواب تتقفل في وشنا، اسهل حاجة على طول بنقولها ايه؟ يا عم الظروف صعبة، الناس وحشة، انا حظي وحش في الدنيا. بنعلق فشلنا على شماعة الظروف، بس الحقيقة اللي بجد بتوجع واللي نادرا جدا اللي حد يواجه بيها نفسه هي اننا بنعقد حياتنا بايدينا. وده اللي ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيواجهك بيه وبيقول لك ومن عقوبتها، يعني من عقوبات الذنوب والمعاصي اللي انت بتعملها، تعسير اموره عليه، فلا يتجه لامر الا يجده مغلقا دونه او متعسرا عليه. ابن القيم بيقولك ان الذنوب او العادات السرية اللي انت مدمنها ومخبيها وبتعملها في السر هي بس مش بتأثر على نفسيتك وجسمك زي ما احنا ما اتكلمنا كده في الحلقات اللي فاتت، لا دي كمان بتبني حواليك طاقة سلبية بتعمل لك بلوك على كل الفرص النجاح الموجودة في حياتك. عارف ليه؟ لان الكون ده كله مسخر بأمر ربنا، فالعادات والذنوب اللي انت بتعملها دي هي اللي بتقطع الوصل اللي بينك وبين ربنا. فازاي انت تيجي كده بقى عاوز ان كل حاجة انت عاوزة تتيسر لك عادي كده؟ طب تعالوا نترجم الكلام ده بقى بلغة علم النفس المعاصر. عندنا في علم النفس مفهوم بيسموه علماء النفس التدمير الذاتي، ومرتبط بحاجة اسمها الشعور الباطن بالذنب. يعني ايه؟ يعني انت عقلك الباطن ده عامل زي الجهاز الارسال، بيبعت اشارات لظروف الدنيا حواليك. فلما انت بقى بتكون غرقان في ذنب معين، علاقة في الحرام، ادمان اباحية، عادة سرية، اكل حقوق الناس، فعقلك الباطن بيتولد جواه شعور عميق بعدم الاستحقاق. يعني انت دايما بتكون جواك شعور انك انت ما تستحقش ابدا اي حاجه، يعني تكون كده من جواك عندك احساس انك انت ما تستاهلش اي حاجه، ما تستاهلش التوفيق، ما تستاهلش الستر، ما تستاهلش الرزق الحلو. فايه اللي بيحصل لك بقى؟ مثلا تكون رايح تعمل انترفيو شغل وانت عقلك الباطن متغذي ومشحون بطاقه سلبيه، انا وحش، انا ما استحقش، انا ما استاهلش اي حاجه. فبالتالي ده بيعود عليك بايه بقى؟ تكون وانت بتعمل انترفيو تتلخبط في الكلام، او تبان انك انت مهزوز فبتترفض، او مثلا تدخل في علاقه صحيه، علاقه كويسه، فعقلك الباطن يبتدي يقول لك كلام ايه؟ انت ما تستاهلش ابدا النظافه دي، انت ما تستاهلش ابدا العلاقه دي. فبالتالي بتبتدي تعمل ايه بقى؟ بتبتدي تعمل مشاكل، تخون، تبعد، فتدمر العلاقه دي. وقيس الكلام ده بقى على كل امور حياتك وعلى كل البيبان اللي اتقفلت في وشك. انت اللي بتقفل الباب بس من غير ما تحس. بس استنى، ده في ذنب معين، ذنب واحد لو انت بتعمله هو يعتبر اسرع حاجه تقفل لك كل ابواب الرزق في وشك. هقول لك عليه كمان دقيقتين عشان تلحق بسرعه توقفه. طب تفتكر ايه هو عكس التعسير؟ عكسه يبقى التيسير، وده اللي بنسميه في علم النفس الايجابي ذا فلو ستيت، حاله الانسياب. يعني عمرك شفت شخص قدراته عاديه، ظروفه مش قوي، بس تلاقي حياته بسم الله ما شاء الله سالكه في كل حاجه؟ يدخل في مصلحه معقده تلاقي بيخلصها في ثواني، يقع في مشكله تلاقي الحل كده جاي له من حيث لا تحتسب، تلاقي كده كل الابواب بتتفتح له، تلاقي الناس كده بتحبه وبتخدمه من غير اي مقابل. السر هنا على فكره مش في ذكائه خالص، لا السر في التناغم. الشخص ده الفطره بتاعته سليمه، يعني مفيش جواه صراعات، مفيش ذنوب بتقطع علاقته بينه وبين ربنا، فهو ماشي مع تيار الكون مش بيعوم عكسه. ويجي ابن القيم يلخص لك الكلام ده كله ويقول لك كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. وهنا لازم أجي أسألك سؤال صريح، هل أنت ماشي عكس التيار؟
هل انت مصر انك انت تمسك في عادة مدمرك ومستغرب ليه الدنيا بتلطش فيك؟ مش يمكن الامور المتعثرة في حياتك والابواب المقفولة في حياتك الا لما تقفل انت الباب الغلط اللي مفتوح لك في السر؟ فاكر الذنب اللي انا قلت لك عليه من شوية ان هو بيخلي حياتك نحس وبيوقف لك كل امور حياتك؟ ايه هو بقى؟ هو الإصرار على الذنب، الإصرار على الغلط، وكمان استصغاره. وعلشان انت بقى تكسر دايرة النحس دي وحياتك تبتدي تمشي من تاني وكل الابواب تتفتح لك المقفوله في وشك، انت محتاج للمفتاح اللي ابن القيم سماه في كتاب الداء والدواء، وهو التقوى. انا عارف والله ان الكلمه دي انت بتسمعها كتير قوي لدرجه انك انت اصلا ممكن تكون اصلا مش فاهم معناها، وكمان لدرجه ان احنا فقدنا الاحساس بمعناها. واكتر حاجه تحقق لك مفهوم التقوى، يعني انك انت تكون تتقي ربنا، هو انك انت تشوف ايه الذنوب، الخلوات، العادات السريه اللي انت بتعملها لازم توقفها وتبطلها. وبما ان انا الثيرابيست بتاعك هديك روشته التعافي مده 48 ساعه عشان تفك لك النحس الموجود في حياتك ده وتفك لك تعسير الامور اللي انت فيه. اول خطوه، حدد البلوك. امسك ورقه وقلم واكتب ايه اكتر باب متعثر في حياتك دلوقتي، رزق، جوازه، راحه بال، او اي حاجه انت عاوزها ومتقفله في وشك. تاني حاجه، حدد العاده السريه او الذنب اللي انت بتعمله في السر. اسال نفسك بجد، ايه اكتر حاجه انا بعملها في السر وعارف ان هي بتغضب ربنا؟ غيبه ونميمه، ادمان اباحيه، علاقه محرمه. تالت خطوه، اكتب قرار على نفسك انك انت هتوقف الحاجه دي من اول النهارده، ابترها تماما، اقطعها. رابع خطوة وهي النتيجة، هتلاقي الأبواب كلها تفتح لك، وده بضمان كلام ربنا. هو أنت ما سمعتش إن ربنا بيقولك في القرآن في سورة الطلاق: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب روشتة التعافي اللي أنا اديتها لك دي، أنت مش خسران حاجة، أنت كده كده أوريدي أصلا تعبان، فأنت مش هتخسر حاجة غير لما تجرب. وصدقني مدة 48 ساعة، يعني يومين بالظبط، هتلاقي امور حياتك ابتدت ان هي تتيسر والابواب تتفتح لك. فيا صاحبي، انت مش منحوس ولا الدنيا ضدك ولا كمان ربنا سبحانه وتعالى بيعذبك وضدك، لا، التعسير اللي بيحصل لك ده في حياتك هي عبارة عن رسالة حب، رسالة ود من ربنا ليك. ربنا بيقفل لك الابواب الغلط عشان تيجي تخبط على بابه هو. بس استنى، احنا اتكلمنا ان من عقوبات الذنوب والمعاصي والعادات السرية اللي انت بتعملها تعسير الدنيا، رزق، جواز، اي حاجة بقى امور في الدنيا. بس خد بالك، زي ما الذنب بيعصر امور حياتك، برضو الذنب بيعمل حاجة اخطر بكتير قوي في عقلك. يعني عمرك حسيت انك انت عاوز تركز بس مش قادر؟ عاوز تيجي تقرأ كتاب وتقعد تذاكر بس مش تتقفل وملكش شغف؟ بتيجي تحفظ الحاجة بتنساها بسرعة قوي، بتاخد قرارات غبية ما كنتش بتاخدها زمان، تيجي تصلي تلاقيك بتسرح كتير ودماغك مشتتة. في علم النفس بنسميها ضبابية العقل، لكن طبعا امير القلوب الامام ابن القيم في كتاب الداء ودواء سماه حرمان العلم والطاعه. ازاي الذنب او ازاي العادات السريه او الذنب بيسرق تركيزك وكمان بيدمر ذاكرتك وبيخليك غبي في قراراتك؟ هو ده اللي هكشفه لك في الحلقه ال 12 بكره. فلايكك واشتراكك بسرعه عشان اول لما الحلقه تنزل تسمعها على طول. واكيد زي ما انت عارف طبعا انا عموره ثيرابي كوتش، ودي سلسله رحله التعافي من كتاب الداء والدواء. والسلام عليكم.